مساء الخير يا شباب، بصور زمايلي برضه. النهارده حضراتكم عارفين ان انا اهم حاجه بعملها بعد ما اخرج الغريق من الميه بحاول اجره السحب البسيط السهل الممتنع اللي بنقوله عليه. انت لو فكرت هتقدر تشده صح وتسحبه وتجره كده لحد ما توصله عند منطقه امنه بعيد عن الميه وبتنيمه وتروح يمين كده. يمين الغريق فين؟ في الجنب ده. وليه يمينه؟ عشان حضرتك لما تيجي تعمل سي بي ار وتضغط هنا يبقى ايدك لوحدها راحت فين؟ في المكان الصحيح اللي هو منتصف الصدر او لليسار قليلا من المنتصف على القلب. طلعت الحاله من الميه، طفل رضع كبير. هنتعامل دلوقتي مع ادلز كانه كبير عشان كل سن وله ايه يا شباب؟ كل سن وله عدد من الضغطات وطريقه ضغط على منطقه القلب. يبقى انا النهارده اهم حاجه اركز ان كل الاعمار السنيه من رضع لحد الكبير في السن ببدا ب5 انفاس، لان مشكله الغريق يا فارس مشكله ايه؟ رئويه ومش مشكله قلبيه. يبقى النهارده المشكله مشكله، خليك شغال معايا عادي وما اخش عضو. المشكله مشكله رئويه مش مشكله قلبيه. صح، اتفضل حضرتك. يبقى انا النهارده قدامي الضحيه، باجي اول حاجه بعملها مع الضحيه باجي مطلعه بره الميه واعرف سنه، هل هو يا فندم طفل ام كبير ام رضع. لو رضع هاخده على ايدي، لو هو طفل بحاول احطه على ترابيزه وهضغط بايد واحده لما نيجي موضوع الضغط هشرحه لكم. لكن انا بتعامل دلوقتي على اللي طالع من الميه ده ادلز راجل كبير. الراجل اللي طلع من الميه ده طلعته بره ورحت على يمينه. اول حاجه بعملها بفتح الايرويز، ايدي دي هنا كده وبفتح الايرويز وبفتح هنا. مجرد ما فتحت لو في حاجه علقه بعمل حاجه اسمها خطافيه كده واخطفها بسرعه، ودي غير محببه لان ممكن يحدث حاجه اسمها ايه؟ ان هو بيتشنج. ممكن ايه؟ يحصل عض على الاصبع ويتقطع الاصبع وانت في حاله ما تقدرش تحاول تطلعها لان ده راجل جاله التشنج على الوضع ده. فاحنا بنقوله اعملها باجراءات احترازيه، حاول بخطافيه كده تخطف الحاجه الموجوده. يبقى انا طلعته من الميه بفتح الايرويز، عايز اسمع. طلعته من الميه بعمل ايه؟ بفتح الايرويز. لازم افتح مجرى الهواء يا جماعه. بعد ما بفتح مجرى الهواء ببص هنا في الفم، ما لقيتش حاجه، بلاقي حاجه كان بياكل في ساندوتش، مفيش اي حاجه، ببدا اعمل عمليات الافاقه اهو. ايه اسمك ايه؟ ما فاقش، باجي قايل يا فارس اطلب عربيه الاسعاف 1 2 3 او اطلب 123 او يا خالد اطلب عربيه الاسعاف او عبد الرحمن وات ايفر اللي موجود قدامك اللي انت عارفه لازم تحدده عشان يبقى عارف المسؤوليه اللي عليه. استاذ محمد لو سمحت اطلب عربيه الاسعاف، وتبدا تعمل ايه بعدها؟ عمليه الكشف. عمليه الكشف عن الغرقه او الغواص المجهد بعد ما تطلعها السقاله. لو انت غواص او انت لايف جارد ومطلع الحاله بره بتسمع وبتحس بتشوف، وعمرهم ما يكذبوا. بعمل ايه؟ بسمع بحس بشوف. انا عايز اسمع. بسمع بحس بشوف. كلنا مع بعض. بسمع بحس بشوف. بسمع صوت النفس ودني هنا، بشوف حركه القفص الصدري عشان النفس، وبحس هنا النبض. يبقى بسمع بحس ايه؟ بشوف. يبقى انا كده بسمع صوت النفس، مفيش صوت، مفيش شحاره، مفيش اي نفس. بشوف حركه القفص الصدري مش طالع نازل، يبقى مفيش نفس. حطيت اصبعي الاثنين هنا الوسطى والسبابه، مانيش حاسس بالنبض، يبقى الراجل ده عايز نعمل له ايه؟ سي بي ار. عايز اعمل له ايه؟ اللي هو الانعاش القلبي الرئوي. ودايما في كل الحالات من رضع عمر شهر، عمر يوم، لحد عمر سنتين، كبير، طفل، بدي كام نفس في الاول؟ 5 انفاس، لان مشكلته مشكله رئويه مش مشكله قلبيه. يبقى باجي جاي هنا كده وجاي هنا غالق الانف وفاتح الايرويز، وكله يبص هنا على الشيست على الصدر. انا اللي هشتغل عشان ما يجيلكمش ميكروب، وبعد كده هحط بيتادين هنا مطهر. انا اسف. بصوا على القفص الصدري، اديت 5 انفاس. واقف الموضوع؟ لا، باجي هنا عند الضلع، بمشي عند الضلع العايم واحط ايديا هنا وجنبيها بالظبط بحاول احط ايدي واشبك ايديا وظهري مفرود، وعمق الضغطه من 5 ل 7 ايه؟ سم. شايفين الضغطه؟ 1001 1072 تكه، 1003 1005 1029 1030. ارجع اعود كم نفس بقى؟ نفسين. ارجع اعود كم يا عمر؟ نفسين. واخد نفس من بعيد عشان ثاني اكسيد الكربون اللي طالع. بعد نفسين ارجع تاني اعود 1029 1030 وارجع نفسين 3 دورات واقيس تاني اشوف النبض والنفس رجع له. طب رجع له النبض بس النفس ما رجعش، اجي مدي نفسين بعيد واستنى اشوف، اسمع رجع النفس خلاص، رجع النبض والنفس. باجي احاول اجيب دراعه ده هنا كده ودراعه التاني مفرود
ورجله دي اتنيها ورجل تانيه مفروده وانيمه كده على الجنب، اسمه وضع الاستشفاء. اسمه وضع الايه؟ يبقى النهارده حضراتكم تعرفوا في السي بي ار ان الحاله اللي قدام من حضرتك لو مرحله سبقت مرحله او عملت مرحله خطا هتكون انت المتسبب الوحيد يا استاذ محمد في وفاه هذا الرجل. انت النهارده لايف جارد، حارس للارواح، بتطلع الارواح، ما انتش قاتل يا فارس. يبقى اول ما بطلع الحاله عدهم في عجاله عشان نقفل الفيديو. اول ما بطلع الغريق من الميه سحبته من الميه على بيتش مثلا على الشاطئ او على حمام سباحه، حطيت ايده كده على الحرف وطلعت نطيت فوق وشديته وجريته وحطيته. اول حاجه بعملها بحاول افتح الايرويز، افتح له مجرى الهواء وابص يمكن الراجل بالع لسانه يرجع في مكانه، حاجه على القنطره مفيش، واحاول اعمل عمليه توفيق. ما فاقش، ببدا بسرعه اقول اطلب عربيه الاسعاف او اطلبي عربيه الاسعاف او اطلب عربيه الاسعاف، وبعمل عمليه الكشف. الصبعين دول هنا او هنا على الشريان السباتي، عيني على القفص الصدري، ودني عند الفم والانف، ما عندوش لا نبض ولا نفس. الغريق ده محتاج سي بي ار، باجي على طول عند الجبهه هنا وغلق الفم وعامل كده ومدي 5 انفاس رقم 5، وبعدين اتحسس الضلع واجي هنا واضغط 30,000 لحد 29,030 وعاود ضغط نفسين 30 من دورتين ل3 دورات واقيس تاني واشوف رجع له. باجي عامل له عمليه استشفاء. طب وانا شغال الراجل ده ما رجعلوش يا شباب يا استاذ محمد، حضرتك صور الناس دي حضراتكم ما رجعلوش لا نبض ولا نفس. بحاول استمر وتعبت ولا اكمل؟ انا عايز اسمعكم. استمر، تعبت، اكمل، لقيت حد يساعدني، يبقى زميلي يجي هنا يدي انفاس وانا هنا ادي ضغطات، يبقى واحد قايم بالانفاس وواحد قايم بضغطات. كان نفسي يكون في وقت باقي عشان اوريكم الايرباك. ده ايرباك، ده امبو باك. ده اسمه ايه؟ امبو باك. دايما نقوله ايرباك عشان انت عارفه ان في العربيه اسمه ايرباك، ده اسمه الامبو باك. لازم تتعود تعرف تركب كل الحاجات دي لوحدها. دايما هتيجي احفظ ده حجم الادلتس، في الحجم الاصغر من الاطفال، في حجم الرضع. ده بستخدمه في اوقات لما هفتح بقى اكسجين، وممكن تستخدمه في موضوع الانفاس ان انت مش عايز تحط ماوس تو ماوس، ممكن تستخدم ده وتشتغل بيه برده كده. لو انت حبكت ده هنا في المنطقه دي كده وحبكته كويس ممكن تدي من خلاله عمليه النفس. ده بيبقى شخص معاك. وممكن تستخدم دي برده حضرتك، دي لها تركيبه لازم تبقى عارف. بتحاول تعمل كده، لقيت دي ضيقه دي واسعه خلاص يبقى دي ما ينفعش، دي ضيقه يبقى هي دي، ولازم تبقى عندك سرعه فيها زي ما علمونا في الاتحاد الدولي ما بتاخدش ثواني اهو. والرفيع ده يا استاذ محمد عند الانف وده عند الفم، وتحط ده هنا كده، وده لازم تتحط على ركبتك كده على رجليك اهي. بص حضراتكم واضغط. لو انا حركها مظبوط كده وفاتح الايرويز لورا وضغطت هتلاقي الصدر بيطلع لفوق معاك، بس انا مش عايز اظبطها دلوقتي لان في عندي مشكله بسيطه اهي. تمام، واحاول اضغط جامد وهتلاقي النفس بيطلع وينزل معاك. يبقى انت عرفت دي. لو حبيت توصل الاكسجين سيستم عايز اقولها في الفيديو، حضرتك عارف ان الرضع بنفتح من 2 ل 4، الطفل من 4 ل 6، الكبير ممكن من 6 ل 10 او من 8 ل 10 8 ل 12. وقال لك في حاله الاغماء وفقد الوعي وكبير بتفتح على 15 اسطوانه الاكسجين. ولازم تبقى انت عارف ان دي بتتحط هنا كده، ما تجيش تتلخبط تحط دي هنا. اللي تلاقي فيها فتحات كتيره كده دي معروفه، دي هنا. وفي هنا كيسه لو انت عايز تديله اكسجين بيور، كيسه كده بتتحط هنا كبيره، ودي بتبقى قدام. معروف المكان اللي قدام اهو، مفيش حاجه غيره، صح؟ يبقى انتوا عرفتوا المقدمه دي معروفه للماوس. خلاص يا شباب، وانا بسرع الفيديو عشان ما اضيعش وقت. بتحط هنا، ودي طبعا واصله على الاكسجين على الاسطوانه. نعتبر ان دي اسطوانه مثلا، لان طبعا اسطوانه الاكسجين غاليه قوي، نعتبر ان هي دي الاسطوانه تمثيل. تمام، بحاول اوصل دي هنا كده مثلا، نعتبرها هي، وبفتح. ومعروف ان انت بتفتح على كام؟ بتفتح على حسب العمر السن اللي قدامك. لو انا عندي اطفال رضع من 2 ل 4، اطفال من 4 ل 6، كبير من 6 ل 8 8 ل 10، عملت زي ما انت ماشي عادي. وبحاول اشتغل الحاله واخلي بالي من العلامات الحيويه. لو رجع له نبض نفس بتحاول تلم الدور وما تحاولش تبالغ، عشان انت ممكن تكون انت القاتل وانت المتسبب للوفاه. لازم حضراتكم تعلموا تماما ان في ماسك زي ده كده، ده بستخدمه برده ليه استخدام وتبقوا عارفين. ده حضراتكم لو انا حبيت النهارده هنلغي ده خالص. وعند الراجل ده عنده شحوب في الوجه عنده، بتحس ان هو ازرقاق خفيف، بتحاول تجيب الاستك ده هنا كده. المنطقه المعدنيه دي عند الانف، شايفينها يا شباب؟ صور يا كابتن قرب دي كده. وبتحاول دي واصله على الاسطوانه، وبتحاول تفتح الربع ساعه ولا ال10 دقايق تفتحهم. ده حاجه اسمها ان الراجل ده نفسه بروح ويجي، نفسه بايه؟ مش قاطع النفس. ده بياخد كميه النفس الاكسجين انت بايه؟ بتنشطه. يا رب تكون وصلت جزء من المعلومه. ولازم اقول لحضراتكم، قلت لكم لو هو قاطع نبض ونفس بتشتغل، قلت لحضرتك لو رجع له نبض ونفس بتدي له وضع الاستشفاء. لكن نسيت اقول لحضراتكم على حاجه مهمه جدا، في حاله ان هو ما رجعلوش لا نبض ولا نفس وجه المسعف، تكمل ولا تخلي المسعف يشتغل؟ خلي المسعف يشتغل. تخلي المسعف يشتغل. لا هو المنوط
هو طبيا الطاقم الطبي هو الاولى بعمليات السي بي ار. التربيه الرياضيه، السياحه وفنادق، انت ان كنت انت واخد دوره تخص الاسعافات الاوليه، حاجه كده تصبيره، حاجه فيرست ايد كده بيقولوا عليها، ان انت خطوه من الخطوات لانعاش الغرقى، لكن ما انتش طبيا ادرى من المسعفين او التابعين لوزاره الصحه او التابعين لمديريات الصحه الموجوده او للمستشفيات. يبقى حضرتك مجرد ما يوصل المسعف حضرتك تسلمه كل حاجه كده، تقوم ويقعد مكانه. اشوف حضراتكم على خير، واللهم انفعنا بهذا الفيديو. كنت معاكم اخوكم الدكتور رافت حمزه، انا مدرب مدربين في الاتحاد الدولي سيمس، ومدرب معتمد من الاتحاد الدولي لايف سيفنج فيدريشن للانقاذ، والاتحاد المصري طبعا. ان شاء الله باذن الله بوعد حضراتكم باي حاجه جديده بالنسبه لاسعاف الغرقى او العمليات الخاصه بالانعاش القلبي الرئوي، نحاول بقدر المستطاع ان نعلنها لحضراتكم. واحنا بنقول اهو، انا مش طبيب، انا دكتور في كليه التربيه الرياضيه، لكن هذه المعلومات او هذه النولج اللي احنا بناخدها الخاصه بالاسعافات الاوليه بناخدها من الاتحاد الدولي ILS او الاتحاد المصري إدلف اللي هو الاتحاد المصري للغوص والانقاذ. وان شاء الله باذن الله احنا طبعا لازم الناس تبقى عارفه هناك تعاون بين WHO منظمه الصحه العالميه، مديريات الصحه، الهلال الاحمر، الريد كروس، كله مع بعضه، مع المنظمه الامريكيه الخاصه بالانعاش القلبي او الطوارئ، مع طبعا حضراتكم الجهه الطبيه، بيحاولوا يطلعوا بكونكلوجن كده ملخص ان الغريق بيكون محتاج اكسجين، بتحاول تديله اقصى كميه تقدر تديها له، والناس تعلم ان كميه الهواء اللي طالعه مع الزفير فيها 16% اكسجين، انت بتستفيد ب 12 ب 4 انت بتاخد 20%. فاحنا بنكون محتاجين لو 1% 2% تنشط خلايا المخ، تبعت اشاره للغريق ينتعش، تبعت اشاره من المخ للقلب، ضخ الدم يبدا يتحرك، يبدا يعيش. اللهم اجعلنا يا رب كده نكون سبب في انقاذ حياه، لان ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.